السلام عليكم. التقنية اللي كنشوف فيه دابا حاليا كتعتبر أول مرأة عربية إفريقية كتفوز بذهبية بطولة العالم للملاكمة. And the winner and golden medalist representing Morocco is Khadija Mardi. और ये है विश्व चैंपियन 2023 वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट मोरक्को. فالمهم بغيت تعرف علاش وكيفاش ومناش وكيفاش دارت ليها وبزاف د المعطيات. خلي معاك واحد لايك للفيديو، بزاف د بارطاج، وما تنساوش بزاف د الكومونتير بسبب الغياب اللي دام اكثر من 40 يوم. خديجة المرضي مواليد 1 فبراير 1991 واللي تزاد في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وسائل رياضية، واللي حصلت على التدريب على الملاكمة بهدف الدفاع عن النفس وتعزيز الثقة في النفس، واللي من بعد غادي تكتشف القدرات ديالها في الملاكمة. وكانت أول انطلاقة لها وهي في عمرها 16 عام، حيث أنه كانت الأم ديالها هي السند الأكبر والداعم ليها وتشجيعها على التدريب وتوفير جميع الظروف الملائمة لتحقيق النجاح. 2014 خديجة المرضي وهي كتلعب واحد النزال في بطولة محمد السادس بمدينة مراكش، تلقات خبر صادم واللي هو وفاة الأم ديالها وهي كتفرج فيها في المدرجات ديال الحلبة. فبالرغم من هاد الواقعة هادي اللي خربقات خديجة المرضي، قررت أنه عدم انسحاب من هاد البطولة هادي وخاوض جميع النزالات اللي في التالي فاز بالذهبية في هاد البطولة هادي تحت تصفيقات الجماهير ومنظمي هاد البطولة هادي. 2023 خديجة المرضي تحقق أول إنجاز تاريخي كأول بطلة مغربية عربية إفريقية كتفوز بذهبية بطولة العالم للملاكمة، حيث أنه قالت كان الحمد الأم ديالها أنها تفوز بهذه البطولة هذه. ومن بعد إنجاز تاريخي توصلت برقية التهنئة من العائل المغربي محمد السادس للإشادة المجهودات اللي دارت وتحقيق هذا الإنجاز العالمي بكل جدارة واستحقاق. السلام عليكم. شحال ثقيل. السلام عليكم، معكم من المرضي. اكيد 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 البطلة ديالكم، بطلة بنتكم بنت الشعب، بطلة بسيطة اللي خرجت من رحم معاناة الصبر التضحيات وما استسلمتش. اكيد اللي ما كيستسلمش ربي كيجازيه على العمل ديالو والمثابرة ديالو، والحمد لله دعاويكم راه وصلوا وفرحت. الميدالية جات هي الذهبية وأيضا الحزام الذهبي اللي صراحة كنهدي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كندير ليه الميدالية الذهبية وكندير ليه العلم الوطني اللي كان خفاق في المحفل اللي هو بطولة العالم. وأخيرا اللي خاص بزاف الناس أنه يعرفوه، هالشي هذا كامل هذا ما جاش من فراغ. هذا الإنجاز التاريخي هذا كان عبارة عن ثمرة لسنوات ديال التعب والخدمة والمثابرة والاستمرارية. فالإخوان والأخوات وصلنا لآخر الفيديو، وكما العادة اللي عنده شي حلم يتقاتل عليه ويخدم عليه خدم وتقاتل واستمر في داكشي اللي كدير، راه إن شاء الله غادي يكون خير. فالدراري كما العادة خدم تقاتل استمر. ومهم كان معكم خوكم نور الدين بلاس. السلام عليكم ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد من بعد البكالوريا.